الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. وقد حدثني شخص لا زال حي من قبيلة يام، قال: كنت وأنا صغير، والآن أظنه يعني يمكن تجاوز 80، يكن بأبي فيصل. يقول: كنت وأنا صغير جاءت امرأة وسقطت، عثرت، فقالت عندما سقطت قالت: يا عبهلة يا عبهلة. قال: أنا صغير ما عرفت يا عبهلة، إيش معنى يا عبهلة؟ قال: فعندما كبرت وقرأت في كتب السيرة وجدت أن عبهلة لقب من؟ نعم، وبعد لقب الأسود العنسي الذي ادعى النبوة في اليمن. لقب الأسود العنسي الذي ادعى النبوة في اليمن، هذه بكتب السيرة موجود، يلقب عبهلة. فانظر، يعني ما قالت يا الله يا رب، يا عبهلة، وهي يمكن لا تدري إيش معنى عبهلة. ولذا هذا الصبي عندما كان صبيا ما يدري، فعندما يقول كبرت وقرأت في كتب السيرة وجدت أن عبهلة هو لقب للأسود العنسي. وتقدم لنا فيما سبق أن الإنسان يكبر، عندما يكون صغير ينادي دائما أمه أمه، فتجد أن هذا يبقى معه عند البعض، فإذا شعر بخطر قال يمه، وهذه لا تجوز كما تقدم، هذا نداء لغير الله. يعني قد تكون أمه غير موجودة، أو يعني هو ينادي، وقد يكون شيء لا تستطيع عليه أمه، لا تستطيع عليه أمه، فعلى الإنسان أن يحذر وينتبه. فما أكثر الأشياء التي تتداول بين الناس، ومن ذلك خير يا طير، هذه موجودة ولا غير موجودة؟ هذه ترى عبارة جاهلية، كانوا يتفاءلون ويتشاءمون بالطيور، هذه عبارة جاهلية لا زالت موجودة بين الناس. إذا من العبارات التي لا تجوز أن يقول الإنسان في السنة عيدين وهذا العيد الثالث عندما يأتي إليه شخص له مكانة ومنزلة، هذا الشيء لا يجوز. الأعياد مشروعة من الله، محددة. ولذا جاء في الحديث الصحيح الذي في السنن من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة وجد الأوس والخزرج يلعبون في يومين، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل أبدلكم بيومين خير منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.